بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. من الحاجات الجميلة اللي حبيت أصورها وأنا رايح أعمل الشغل، أيوة ده فعلا حقيقي، دي أبراج العلمين الجديدة. فعلا حاجة نفتخر بيها كلنا، بس مش كل الناس هتفتخر قوي يعني. ليا رأي برضو في الموضوع ده بصراحة. تقييمي للطرق أكثر من رائعة، بس الحقيقة مش كلها طرق يعني. بس الطريق كان جميل واسع، واحلى حاجه المصايد بتاعت السرعه. بسم الله ما شاء الله. كنا رايحين مع احد الاونرز عم محمد، ربنا يبارك في عمره، حبيبي الغالي، عشرة عمره وحاجه يعني بعتبره عمي اصلا يعني. ربنا يبارك له، بس هو يديني الشرف ده. دي ابراج العالمين، وطلع الشغل بعد ابراج العالمين بتاع 150 كيلو ولا حاجه يعني، بعد الضبعه. وعدينا على الضبعه كمان بتاعت النوويه دي، بس طبعا ما شفناش حاجه لان الحاجات ديت بتبقى جوه قوي. مساحه طبعا مهوله. الفكره اللي انا لقيتها وانا بصور ان الساحل الشمالي فعلا بجد حاجه مهوله، ويكاد يكون كده هيطغى على شرم الشيخ. زي ما انتم شايفين كده، ده اللي انا كده في الوحده السكنيه او الشقه اللي عم محمد فيها الشغل، وده الدور الارضي. فانا كنت بصور وانا رايح في السكه. ده المنظر، ده حمام السباحه اللي بين العماير وبعضها، والحوائط بتاعت العماير معموله مايكا، حجر مايكا، بس ده كله عمره ما هيستحمل الجو بتاع الملح. الهواء اللي فيه يود ده بياكل حتى المحاره، بياكل الحديد. فما الحاجه الوحيده اللي هتعدي الالموتال بتاع السور بتاع العماير، لكن غير كده مفيش. البحر ده بيتراح بحاجه زي الطفطف كده، بس واحده بس زي عربيه الجولف كده، اما محمد اللي قال يعني، عشان هو بعيد شويه. بس المكان هادي، في مصلى على قد كده بتاع الناس الغلابه، ناس لو حبت تصلي تنزل تصلي. وقال لي برضو على حاجه هبقى اتكلم فيها بعدين. هنا بقى الحوض. الشغل ما كانش فيه حاجه جديده، بس انا قلت ايه، اوري المتابعين والناس اللي بتحب تشوف التفاصيل. الحوض وهو راكب انا مركبه بكله، وبقفل من ورا باسمنت ابيض. الشاهد في الشغل ده بقى ان السباك يا عيني اسمه ايمن، ايوه افتكرت اسمه، فجاي يركب الحوض. بيقول لي ممكن اركب الحوض؟ وانا بصور بيقول لي انت بتصور ايه؟ عم محمد بعت لي حاجه حالا وانا بتكلم اهو. هيجي يقول لي ممكن اركب الحوض، بيحسب بقى انه هيركب الخلاط اهو. ده السباك مش عارف طلع منين حته كده اهو، الخلاط في ايديه وكان عايز ايه يركبه. قلت له تعرف تركبه، حتى ساعدته في تركيبه. ده الشغل. حته يمين فيها الحوض، وعملت فتحه في الحله في البنطه. وهنا البوتاجاز خليت المفاتيح بتاعته في اليمين علشان عرض الرخامه. ودي سويت جالاكسي مش محتاجه كلام يعني، انا ما بعمل، انا بمسح بايدي بس زي ما حضراتكم شايفين كده. وشمعت برضه، مش شمعت بقى، حاولت اديها كده ايه حاجه تضيع التجيره مطرح ايدي. وهنا مطرح الكله بتاعت الحله. انا حتى يعني المصداقيه في التصوير هنا عندنا يعني ما بخجلش لما يكون في حاجه يعني حوالين الحله. هنا في كله اهو، انا اظهر كلها باينه اهي. بعد شويه شلتها ورحت برضه مصور تاني عشان يبقى كل حاجه على الطبيعه. اهداء الشغل اللي كان معمول. حاجز ميه حوالين الحله، الحته اللي فيها بوتاجاز ما فيهاش حاجز ميه لان مش محتاجه. هي شقه مصيف ومعيشه في كومباوند او في قريه تقريبا يعني. ما اعرفش الكومباوند دي كده كلمه صحيحه ولا هي قريه سياحيه، ما اعرفش صراحه لان انا مش من الاونرز. لو كنت من الاونرز كنت رحت نزلت في حمام السباحه. الحمد لله كانت رحله جميله موفقه وكان دمها خفيف. هنا
الخلاط ده بعد ما ركب، انا نفسي كنت اول مره اشوفه يعني، في كذا في حنفيه كده وما اعرفش بيشتغلوا ازاي، فهي عايزه ممارسه شويه. الاسود جالاكسي كان رخص، وبعدين رجع يرفع تاني عشان زيادة الأسعار بتاعة المحروقات، وفكرة إن الخلايا الشمسية طلعت فكرة بتتحارب من كل العالم، حتى الدول اللي بتنصح بيها في العلن وتحاربها في الخفاء. شغل ميديا كله بيكذب على كله. الحتة اللي في الأول دي كانت تفريغة، في حد بيترقص لي وأنا بتكلم بالعامية، بس ماشي مفيش مشكلة. بيقرصني، ماشي مفيش مشكلة برضو اهو. الحتة دي كانت تفريغة، كنت انا فرغت حتة ومتعود ان انا بعد ما افرغ بسيب التفريغة للعميل اهو، نفعت معاه وبقت ترابيزة ممكن ياكل عليها، ممكن يحطها في المطبخ. دي الفكرة. هنا بقى وانا راجع برضو الناحية التانية قصاد الابراج العالمين، كان في الابراج دي بس معرفش تبع ايه، بس بصراحة كنت فخور قوي وانا بصور. البلد بتتعمر، بس المشروعات دي كلها شايفها مشاريع سياحية. يعني اللي عنده قرية هيبقى عنده قريتين، اللي عنده قريتين هيبقى عنده 3. هيشغل 20-30 ألف، بس هيشغلهم خدامين. مصر مش خدامين، احنا كانوا الخدامين عندنا اليونانيين والإيطاليين والفرنسويين والإنجليز، هم اللي كانوا بيخدمونا. ده تاريخنا، دي حياتنا، ده اللي أنا شايفه. المشاريع السياحية دي للناس اللي عايزة تصيف حاجة موسمية، أو ناس جاية من بره تبرطع عندنا، وده أنا مش حابه يعني. أنا عايز مشاريع قومية تفيد الناس بجد. ده رأيي المتواضع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.